السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشني جدا جدا، يا رب ما تحرمش منكم ولا من وجودكم يا احلى مشاهدين، يا احلى متابعين. محتاجة منكم دعوة كده ليا حلوة في الكومنتات. ولو اول مرة تشوفني انزل اشترك بقى في القناة وفعل الجرس عشان تشوف كل جديد. النهاردة يوم مختلف يا جماعة. النهاردة رايحة بورسعيد علشان اجيب جواز السفر بتاع والدتي، عشان احنا عاملينه مستعجل. بس المفاجأة هتعرفوها دلوقتي بجد، بعد كل المشوار اللي احنا طخناه ده هتعرفوه دلوقتي. بس طبعا قبل ما تشوفوا اي حاجة ممكن تنزل تشترك في القناة وتحط لايك وتحط لي كومنت جميل كده. يا رب ما تحرمش منكم يا احلى متابعين في الدنيا، يا احلى مشاهدين في الدنيا. انا بجد بجد بفرح لما حد بيقول لي كومنت ايجابي حلو في حقي. بجد بجد بفرح ان بحس ان انا بعمل حاجة ولو بسيطة، ولو ذرة بسيطة، ان انا بشارك بحاجة ايجابية يعني. طبعا احنا النهاردة بدأنا يومنا من بدري جدا. قمنا انا ووالدتي عشان يعني ننجز وقتنا وكده. زي ما انتوا عارفين احنا في بلد جنب المنصورة، وبورسعيد بعيدة برضك عندنا حوالي كده ساعتين او ساعتين ونص يعني. بناخد لها بقى ايه الطريق اللي هو بتاع دمياط دوت. وده ريست احنا وقفنا فيه لان دماغي ما كانتش متظبطه خالص. نزلنا بقى يعني شربنا حاجه وكده، فانا ايه طلبت قهوه. فالراجل زي ما انتوا عارفين كان مفكر ان انا يعني ايه بيهزر وكده، فقال لي انا عاوز 10 جنيه على الصوره. قلت له لا انا ما جبتكش وكده زي ما انتوا شايفين. المهم خدت القهوة بتاعتي وعشان اظبط دماغي كده ونبدأ اليوم الشق دوت مع بعض. فحبيت ان انا اصور لكم كل حاجة واوريكم بقى جمال بورسعيد. انا بحب البلد دي جدا يا جماعة. انا والله يعني رغم ان انا رجعت قفايا قمر عيش وطخيت مشوار صعب، بس ان انا مش عايزة اقول لكم ان اليوم ده فرق معايا جدا جدا جدا. وانا كنت حابة ان انا اروح البلد دي، وكنت حابة اعمل حاجة نفسي اعملها، اللي هي اروح المعدية، معدية بور سعيد وبور فؤاد. يعني واشوف طيور النورس وكده. انا اول مرة في حياتي الصراحة اروحها. كان نفسي، كنت بروح بورسعيد كتير مع اهلي بس ولا مرة رحت المعدية الصراحة يعني. ما كانش فيه يعني وقت ان انا اروح. لما بنروح مثلا بنروح نتغدى، نروح نشتري حاجات. وانا صغيرة كنت بروح مع خالتي ايام ما كانت بورسعيد بقى في مجدها، وايام الجمارك والحاجات الحلوة دي يعني. بورسعيد انا بحبها عشان ليا فيها ذكريات كتير من طفولتي. وكنا برضو ساعات نروح البحر، يعني مثلا نجيب اكلة سمك ولا حاجة ونطلع بالعربية انا ووالدي ووالدتي وكده واخويا الله يرحمه. نطلع على البحر ونتغدى هناك. فانا حبيت اصور لكم شوارع بورسعيد، يعني لو اول مرة تشوفوها قلت ايه نتفرج كده مع بعض وشارككم اللحظة دي معايا يعني. واتمنى ان انا اكون الفيديوهات بتاعتي بتفيدكم ولو 1% يعني. ده طبعا احنا كنا لسه في الميكروباص. خدنا تاكسي بقى عشان يودينا الجوازات. طبعا يا جماعة زي ما انتوا عارفين انا عملت الجواز لامي مستعجل، عشان انا عايزه انا اخلص الورق بقى، وعايزه عشان امشي بسرعه عشان برضه هو كله مقصوص من الزياره بتاعتي يعني. زي ما انتوا عارفين طبعا قالوا لنا يوم الاربع احنا عاملينه اللي قبل اللي فات، الاربع اللي بعده روحوا خدوه من بورسعيد. فاحنا بقى جودنا الصراحه من دماغنا وقلنا نقعد شويه يومين كده، علشان لو ما هوش موجود او في عطل يبقى احنا زودنا ايه يومين من عندنا، نضمن ان احنا ما نروحش نطخ المشوار. وقد حدث الصراحه يا جماعه. زي ما انتوا شايفين رحنا قالوا لنا بقى ان الجواز كان موجود وسافر، كان موجود يوم الاربع وترحل مكانه ما انتوا عاملينه في ميت غمر، علشان ما حدش جه استلم. ورجعنا قفانا يا قمر عيش. طبعا هنسكت؟ لا، ما ينفعش نسكت، ما ينفعش نطخ المشوار الجميل دوت من غير طبعا ما اعمل الحاجه اللي انا نفسي فيها ونتفسح في البلد كده. طبعا ايه بعد ما رجعنا قفانا يا قمر عيش رحت قلت لازم اركب المعديه.
المعدية دي يا جماعة بتوصل من بورسعيد لبور فؤاد، اللي عاوز هي قصادها الناحية التانية. طبعا كل الناس عارفة المعدية، بس انا ولا مرة رحتها. دايما كنت اسمع عنها واشوفها في الصور، بس كان نفسي قوي ان انا اروحها. ليه؟ لان انا من الناس عشاق البحر، وكمان في الشتاء يعني بحس كده ان انا بروح اقف قدام البحر، بحس ان هو بيشفط كل الطاقة السلبية اللي جوايا. عايزة اقول لكم اول ما وقفت قدام البحر والله والله رميت كل همومي. يعني ربنا اللي عالم بيها والله، بس يعني الواحد فضل يبص كده في جمال ربنا وإبداعه وتصوره. يعني سبحان الله في خلقه. هتشوفوا معايا دلوقتي الجمال. انا على فكرة يا جماعة هعمل لكم فيديو تاني لان الفيديو طويل جدا، فانا هقسمه على مرتين. بس هنشوف مع بعض ايه اكتر كم اكتر في الفيديو ده. وهنروح البالة اللي هي الاستوكات، فيها لبس بيجي من بره وحاجات ماركات زي جاب وحاجات من ديت، وترينوفا والحاجات ديت. بتبقى يعني استوكات بتيجي تصدير وكده. طول عمرها يعني بورسعيد مشهورة بالاستوكات. وانا شخصيا جبت حاجات، يعني جبت حاجات لعيالي، والله والله ما فيها خدش، والله جديدة لانج، والله بجد بجد حاجات 10 على 10 وماركات وسعرها كويس. يعني انا جايبه القطعه ب20 جنيه. جبت ال5 قطع يا جماعه ب100 جنيه، يعني القطعه ب20 جنيه. هنشوفها طبعا بس في الفيديو التاني، يعني تابعوني في الفيديو التاني. حاجات تحفة وقمصان جميلة. انا لو بشتريها من المحلات اقل قميص هيبقى ب300 350 جنيه والله، وانتوا اللي هتحكموا. محتاجة بقى رأيكم في الكومنتات، الحاجات اللي انا جبتها دي تستاهل ولا لأ. ومحتاجة رأيكم في الجولة الحلوة الجميلة اللي انا صورتها لكم دي. ومحتاجة اسمع منكم كلام جميل وتشجعوني كده، محتاجة تشجيعكم. الله يرضيكم والله يخليكم، والله يكبر بخاطركم. طبعا يا جماعة انا حبيت اصور لكم اهوت شوارع بورسعيد العتيقة. بجد بجد البلد دي يا بخت اللي قاعدين فيها والله، يا بختهم بيها وبجوها وانا بحب بورسعيد، وناس كتير اكيد زيي، اكيد زي ناس كتير بتحب بورسعيد وشوارع بورسعيد. يعني على الاقل لها تاريخ يشرف، يعني المقاومة الشعبية والحاجات اللي كانت بتحصل ايام الحرب. انا من النوع اللي بحب امشي ابص على الحاجات القديمة، بحس ان لها ذكريات. الحاجات القديمة بحس ان لها ذكريات، بتبقى عايزة تتكلم عن اللي شافته، زي البيوت القديمة ايام الحرب وكده يعني. طبعا اتملت عماير جديدة بس اي حاجة كانت بتبقى قديمة بتلفت نظري يعني. فانا ايه، هسيبكم تستمتعوا وتتفرجوا وهرجع لكم تاني.
مش قلت لك يوم الاربعاء وانت اللي قلت خلينا لحد يوم الاحد؟ معرفش بقى ان هو يسافر. فاكرة الحتت دي؟ الجبال والحتت ديت اللي كنت ماشي. هو كل دول جايين رحلة اهو. يتصوروا هم. النبي نفسي اخلي البنات دي تصورها دي. تعالى صور. عاوزة اتفرج. اقعدي انت واحمد هنا. خدي. تعالي يا حمود.
طبعا يا جماعة، يعني انا مصوره لكم المعدية كتير جدا، والفيديو طويل، بس انا ما قدرتش ابطل تصوير في الجمال ده بجد. الجمال ده ما خلينيش اتوقف لحظة عن التصوير، وحبيت ان انا اشارككم احساسي، يعني حبيت اشارككم الفرحة اللي انا كنت فيها واوريها لكم وكده، يعني اوريكم جمال ربنا والبحر وجماله والمعدية والطيور. يعني انا عن نفسي كنت فرحانة جدا، فحبيت ان انا افرحكم معايا. ربنا يا رب يفرح قلوبكم بفرحة قريبة سريعة، لكل واحد نفسه في حاجة يا رب تتحقق، ولنا المثل. اللهم امين يا رب.
رب يرزقهم ويبارك لهم في رزقهم يا رب. طبعا الفيديو ده خلاص هيخلص. تابعوا بقى استنوا الفيديو التاني هنزله بتاع السمك والهدوم، ومستنيكم بقى تشوفوه.